ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هتعملي ايه يا ام احمد؟ هنعمل معاكم حمام وهنعمل محشي. الحمام ده يا حبايبي اخر الحمام بتاعي اللي انا كنت دابحه معاكم وانتوا عارفين. ده بصل وطماطمايه وتوم وفلفل حام. وده بهارات فلفل اسمر وبهارات تشكيله كده وملح وفلفل اسمر. هنا معايا الحمام. انا عصر عليه ليمون كده ومفتحاه من ظهره. وهشطفه معاكم وهنرجع ايه نعمل مع بعض نحشيه مع بعض. هنا معايا الخضرة. وهنا معايا البتنجان مقوراه والفلفل والكوسة. قلنا بقى نعمل النهاردة آخر الحمام كده ونشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. كان معايا كيس كرنب برضو طلعته من الفريزر. ماشي يا حبايب قلبي، هنا معايا المية هتغلي اهي. حط فيها روزماري وورق لورا على الأعشاب بتاعة الشوربة. معايا نص ليمونة تاني بعصرها اهو، وحاطة طماطم عليه معصورة كده وبشطفه وهيبقى معانا زي الفل. تعملي في ايه يا ام احمد؟ العيال قالوا لي احشي قلبه يا ماما شوية رز. فانا غاسلة شوية رز اهي وهحشي قلبه بس يا حبايبي. هنا معايا برضو بهارات وكزبرة ناشفة وتوم وبصل وفلفل حامي وطماطمية واحدة مقطعة وحبة زيت زي ما انتوا شايفين كده. انا هحشي القلب بتاعه بس انتوا عارفين ان انا مورقاه معاكم ومخليه زي الفل. فهم قالوا يا ماما والنبي اعملوا لنا محشي كده شوية رز في قلبه حبة حشو، قلت لهم حاضر. طبعا المرتين اللي فاتوا كنت بشوحه كده واحشيه مرتة بصل مش اكتر من كده. فقلت انه بدأ اعبي لهم شوية رز. انتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة كده واحسن حال يا رب العالمين. بشكر كل اللي دخل على القناة جديد، بشكركم يا حبايبي، ما تحرمش منكم يا رب. هنا الحمامة حشيت قلبها بس. بقول لكم انا كده حشيت قلبها بس. ده اخر الحمام يا حبايبي اللي كان عندي واللي كنت دبحاه. اخر شنطة كانت عندي في الفريزر فقلت اطلعها اعملها بقى واخلص منه بقى. لانه هو بياخد سوا شوية. يعني انا كنت حابة لو عندي حل الضغط كانت تسويه اسرع يعني. فربنا يصلح الحال كده ونجيب حل الضغط تبقى موجودة للظرف اللي زي ده، الحاجات اللي هي بتاخد سوا. انا حبيبة كانت جاية من الدرس وقالت عاوزة اكل يا ماما فبسخن لها عيش. هنا البصلة خرطتها ونزلت على الزيت. دي الايه يا ام احمد؟ ده للمحشي. طماطم اهي والبصل. وهنا الحمام بيغلى اهو يعني. ما شاء الله عليه. ومهديه عليه. لانه ده بياخد له والله يا حبايبي بياخد تقريبا 4 ساعات على النار. يا دوبك بيغلي وبهدي عليه مع نفسه كده. هنا الصلصة زي ما انتوا شايفين السباكة اهي. الحمام بيغلي زي ما انتوا شايفين. هنهدى عليه بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده شربته بقت زي الفل ما شاء الله عليه. بس طبعا مش معنى كده ان هو استوى، هو لسه هياخد براحته سوا براحته مع نفسه. فاليوم ده فعلا كان ساقعة وكان فعلا يستاهل المحشي ده. وحرة اكل والله يا حبايبي، الناس محتارة تعمل اكل ايه. هنا حطيت بصل وخضرة كده في ارضية الحلة مش اكتر من كده. حبيبة هنا بتقول لكم حطوا لايك. كانت جت من الدرس بقى وجاية جعانة وعاوزة تاكل. هنا معايا الفلفل اهوت والبتنجان والكوسة. طبعا احنا عملنا حلة محترمة يعني تشكيلة كده. زائد كمان كان عندي كيس كرنب في الفريزر. طلعته. قلت تبقى تشكيلة حلوة كده ما شاء الله يعني.
لا، والمفاجأة بقى الحلوة بقى إن أنا أقعد كده على الكانون وأتدفى، والله في الوقت ده كان الجو بيندع عليا. ربنا يا رب الخير علينا جميعا يا رب. أسهل حاجة المحشي ده يا حبايبي والله، واحد ما بيحط دماغه فيه فما شاء الله يعني دغري سريع سريع. هنا ورق الكرنب بوريكوا اهو. أنا طبعا مش هحشيه تحت، أنا هحشيه فوق الوش، لكن بوريكوا يعني عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو يعني. هنا حشيته ما شاء الله اهو، شايفين ما شاء الله عليه. مليت الحلة كده وحشيت الورق الكرنب فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا كان الحمام دخل في السوا، اما جهزت وشفت ورايا ايه كده. هنا معايا شنطة نظيفة زي الفل، بحطها كده بعد ما سقيت المحشي على وش المحشي. دورها ايه يا ام احمد؟ دي بتكمر المحشي يا حبايبي وبتخليه زي الفل. ولو عندك رز بسمتي برضو وسقتيه وهديت عليه وحطيت له شنطة زي دي او كيس زي ده نضيف او استرتش، بيخلي الحاجة معاكي ما شاء الله على مفلفلة كده. ده شفتها طباخين عاملينها، مش اي حد يعني. شايفين بقى المفاجأة؟ ايه رأيكم في المفاجأة؟ والله الجو كان بيندع عليا. الفيديو ده يا حبايبي والله العظيم معمول بقاله يجي اسبوع، بقاله يجي اسبوع تقريبا. هنا بقول لكم هنا الدفا ايه ما شاء الله، والجو عمال ينطر، والله كان بيندع على راسي كده وانا قاعده. فايه رأيكم بقى في الكانون وجماله؟ هنا اهو بوريكم، بقول لكم انا حطيته على النار. واضح احنا بنسلي وقتنا، وربنا يوسع عليكم وعلينا يا رب، ويروق حالنا وحالكم يا رب العالمين. هنا بهف الولعة كده عشان تشتغل. والله ما في احلى من قعدة الكانون دي، روعة. بقول لكم عمالة تندع عليا والله. انا بقول لكم ما شاء الله اهو الكيس كده خلاص الدور انتهى، عادي هشيله وارميه، مفيش اي حاجة، ومجرد اللي هو بيكمر معاك الحل. شايفين كنكة الشاي يا سلام، جاهزة كده المحشي يخلص ونقعد ونشرب شاي سخن بقى. مش احلى من شاي الولع يا حبايبي. كده دخلنا على المطبخ، خلصنا المحشي بتاعنا اهو. مفيش احلى من كده بقى، كلي وتدفي. صحة وهنا على قلبكم يا حبايبي، ما تحرمش منكم يا رب، ولا متابعكم، ولا يعني الكومنت بتاعكم الجميل. ويا رب كده اسيبكم في صحة وفي احسن حال يا رب. شايفين هنا ما شاء الله اهو، تشكيلة محشي محترمة. بوريكم هنا الحمام مستوي زي الفل، الله اكبر عليه، شوفوا مش مستحمل والله، حاجة روعة. وشوفوا الصدر بتاعه ما شاء الله، اللحمة عامل ازاي، ده يبدو. صحة وهنا على قلبكم يا حبايبي، ما تحرمش منكم ودعواتكم كده، وربنا يستركم ويسترنا اجمعين.